السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. واليوم كيف العاده جيت لكم بهذا الجديد ديال البيتزا بالصلصه البيضاء. شحال من واحد كيقول لي عافاك بارطاجيها معنا، عافاك صوبيها وحطيها لنا في القناه عندك. قلت لي مالا علاش ما نجربهاش مع البنات ويشوفوها، كتجي احسن. شويه نبدلهم ديك البيتزا ديال صوص طوماط، هذه كتجي رائعه بالصوص بلونش، وكتجي بالدجاج والفرomاج، وكتجي طايبه مزيان من التحت ومن الفوق وبالعجينه رطبه. كتجي هائله البنات ورطبه. نتمنى انه تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. ونبدلوا شويه من هذيك البيتزا الحمراء، هذه بصلصه بيضاء كتجي غزاله بصوص بشاميل وبصيله، وهذا غتنال اعجابكم. نتمنى انها تجربوها وتنساونيش من لي لايك وتبارطاجيو القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله كل ما جديد. واللي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تنسانيش من الاشتراك وتدخل عندي. مرحبا والف مرحبا. ونخليكم مع طريقه التحضير ديال هذه البيتزا البيضاء. كيف قلت لكم هنا غندوزو طريقه التحضير. كناخذوا الفرص على حساب رابعه ولا نص كيلو، جهد اللي بغيتو. هنا خديت انا غير رابعه حيت غندير غير وحده صغيره. غنزيد معها مليحه وملعقه الزعتر وخميره العجين وزيت العود ونيدو حليب مجفف. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه. كندير مليحه كنضيف معها زيت العود ومعلقه نيدو ومعلقه الزعتر مطحون وخميره العجين، وكنجمعهم بالماء. صافي هنا البنات غادي نجمعها بالماء. وضروري البيتزا، عجينه البيتزا خصها تكون جاريه ورخفه معانا، اما لقصحناها ما غاديش تجي شارطبه، غتجي قاصحه كيف كتشوفوا معايا في لا فيديو. نخليوها جاريه ونلعبوا فيها كيف ما بغينا، وملي غنخليوها تخمر راه غتماسك مع بعضها. نجريوها كيف كتشوفوا، تبعوا كيف كنعجن انا راه غتجيكم هي هذيك. صافي شوف خاصها تجي بحال جاريه بحال هكا. نبقى نخدمها بحال هكا صافي ونغطي عليها ونخليها ترتاح. ها هي هنا معنا ارتاحت وخمرات. صافي غادي نسرحها فوق الطاوه اللي غادي ندخلها للفران. هنا صافي بعد ما ارتاحت معنا هزيتها وحطيتها في الطاوه اللي غندخل الفران ونسرحها بيدي. ندهن ديك الطاوه بزويته باش تمشي معايا العجينه على يدي. صافي نبقى غادا معها بحال هكا تنسرحها كامل. مازال نقص منها من هذيك 4 دقائق، نقص منها باش ما تجينيش غليظه، خصها تجي رقيقه. غنسرحها كامله ونتكها بالفورشيطه ولا بهذيك الجراره ديال البيتزا الخاصه بالبيتزا، وندخلها الفران طيب نص طيبه ونعاود نخرجها. هنا بعد ما خرجت معنا راه كتجي رطبه 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 وزوينه، حيت فيها زيت العود وداك الزعتر وداك الشيء، كتجي فيها الريحه زوينه الزعتر. دابا غادي نمشي نوجد البيشاميل. عندنا 2 معالق ديال الزبده ديال العبار، وغنزيدو معاهم 2 معالق ديال الدقيق. قد اللي درنا الزبده قد اللي نديرو ديال الدقيق. الا درنا 3 نديرو 3 دقائق. ومليحه وبزيره. صافي ونحركو ديك الزبده حتى كتذوب معنا، ونزيدو داك الدقيق وحنا كنحركو، ونزيدو عليهم الحليب. وها هو صوص بيشاميل عندنا واجد، كيجي رطب وليس. صافي دابا كيكون معنا واجد، نبقاو نحركو.
صافي هنا بدا يعقد معانا. صافي شفتوا كيفاش ولا ليس رطب. صافي هنايا ولا واجد معانا. نبقاو نحركوه شويه. صافي وغادي نمشيو ندهنوا هذيك بات بيتزا من الفوق وتكملوا لا فيديو معايا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. صافي هنا غادي نكب هذاك صوص بيشاميل عليها كامله ونيطالي على وجهها كلها، ونمشي نوجد البصيله مع ديك الدجاج باش حتى هي نحطها فوق منه. صافي هنا غندهنها كامل وجهها. هنا كيف قلت لكم اللي تبغيو تاخذوا الدجاج يقول لي عطيه لكم رقيق ويقطع لكم هذاك الصدر ديال الدجاج رقيق باش يدخلوا الطياب ويجي فتيف في ديك البيتزا. صافي هنا بعد ما غطيح معنا غادي نضيفوا عليها صدر ديال الدجاج. هنا ها هي البصيله طاحت معنا كيف كتشوفوا. غنضيف عليها الدجاج صافي ونخليو حتى هو تيطيب مزيان. صافي وغيكون معنا واجد. صافي هنا بين ما يدخلوا الطياب الزعتر ضروري ما نزيدوه في الدجاج باش كيعطي واحد اللذه زوينه، حيت درنا الملحه والبزار. وباش غنبنوه بداك معلقه تاع الزعتر مدقوقه ولا محكوكه بين يدك وديريها فيه كتجي مزيانه. وهنا بعد ما خرجناه من الفران منشف معنا داك البيشاميل. صافي غادي نبداو نستوف داك الدجاج وديك البصيله ونعاودو ندخلوها تحمر داك الدجاج والبصيله مره اخرى. صافي شفتوا هنا صافي دابا تحمر معنا داك البيشاميل. غادي نزيدو ليه الدجاج وبصيله ونعاودو ندخلوه للفران.